يلا بينا نكمل تفاصيل للمبنى. انا في الفيديو ده مش هكومنت قوي، عشان هي بنطبق معظم الحاجات اللي احنا عملناها. في الاخر خالص هنبتدي نتكلم على ازاي ممكن نستخدم المبنى ده بقى في الانفايرمنت، ونستخدمه ككولكشن زي ما استخدمنا الصخور وكده ككولكشن. احنا هنستخدم المبنى ده برضه ككولكشن. فانا في الفيديو ده هتلاقوني قاعد بستخدم بولينز، بستخدم طرق اللي احنا اتكلمنا فيها الفترة اللي فاتت، الفيديوهين اللي فاتوا، عشان اديتيل الشكل. مش بعمل حاجة زيادة، كلها حاجات بسيطة ممكن تشوفوها، توقفوا الفيديو ترجعوه. وفي انا اصلا مكتوب انا بدوس على ايه وانا شغال. انا مش هديتيل قوي برضو عشان انا السين بعيد، فيستحسن ان انا لو حاجة بعيدة استخدم الشكل، يعني مبنى بعيد استخدمه كده، واستخدم تكشرز بشكل اقوى عشان احسن المبنى بتاعي. فده اللي انا هعمله. اتمنى تكونوا يعني ايه استفدتوا بعد اخر الفيديو ده. ويعني في الاخر خالص بعد لما تشوفوا التفاصيل اللي انا عملتها هتلاقوا ان انا اتكلمت في حاجة تانية، ازاي نزود كولكشنز.
بعد لما عملنا ديتيلنج للمبنى، تعالوا نبتدي نشوف ازاي ممكن المبنى ده بقى يبقى في الانفايرمنت. انا في حاجه بحب اعملها، ان انا بمسك المبنى وهعمل حاجه ممكن تبقى غريبه شويه. انا هفتح البوليانز برضه عشان البوليانز لازم تتحرك معاه. كل ده انا مش محتاجه دلوقتي. انا همسك كل ده وشيفت دي عشان انا هدخل ده اخليه يبقى كولكشن احتياطي. لو غيرت فيه او بوظت اي حاجه يستحسن ان هو يبقى معايا بالمنظر ده. فانا حاليا مش محتاج دي خلاص، انا بس عايز المنظر ده. ههايد الكولكشنز واخلي دي تتحرك فوق. همسك كل ده واختار واحد منهم كاكتيف اوبجكت، شيفت ام نيو كولكشن هسميها بيلدينج، واختار بيلدينج ده، رايت كليك اوريجين تو جيومتري واحركه شويه لحد ما يبقى في اللوكيشن بتاع اهو بالظبط زي ما احنا شايفين كده. في اللوكيشن بتاع الشكل ايه بتاعي، يبقى عندي حاجه زي كده. ده الشكل اللي انا المفروض ابتدي اشتغل عليه. طبعا انا لازم اخلي بالي من السكيل. بصوا حاجات هتلاقيها مش باينه ورا، ودي الفكره من اللي كنت بقول لكم عليه. انا دلوقتي ممكن استخدم الكولكشن دي بكذا طريقه، وهقول لكم انا قصدي ايه دلوقتي. فانا هعمل مثلا حاجه زي كده، نقول ان ده مثلا هيبقى ايه الشكل الاساسي بتاعي. ممكن هتلاقي ان في حاجات محتاجه ارجعها ورا، الصخور دي جات اقدمها وهكذا. يعني كلها ايه تفاصيل ممكن اشتغل عليها في اي وقت. بعد لما اعمل كده، في حاجه انا شخصيا بحب اعملها قوي، ان انا ممكن ادوبليكيت الشكل ده وروتيت 90 ديجريز وابين الحتت اللي ما بانتش معايا. يعني اهو مثلا الحته دي مش باينه، طب ما انا ممكن استخدمها مثلا بالمنظر ده، او حتى انزلها اخليها تبقى هنا كده. فاهمين قصدي؟ انا في حاله زي كده ممكن استخدمها تبقى كده مثلا زي ما احنا شايفين. واقدر ان انا استخدم برضو موديلز تانية لو انا عايز في ان انا اعمل الحته اللي تحت دي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن مثلا اجرب ان انا اعمل شيفت دي كده واطلع ده لقدام شويه، اخليه يبقى كده مثلا. هل اي حد يجي يبص كده هيلاحظ مثلا في حاجه غريبه او كده؟ لا غالبا لا، غالبا مش هيحس ان في حاجه غريبه. سوري عملت سكيل بالغلط. فهيبص كده هيلاقي المنظر ده. ممكن ان انا ابسط الموضوع اكتر عشان برضو ما يبانش، بس ممكن ان انا اعمل كده مثلا، اخليها بالمنظر ده. فيبقى عندي الشكل عامل كده. يبقى هو ده، انا عندي المبنى وعندي الانفايرمنت بتاعت المبنى، ودوبليكيت الشكل ده كذا مره عشان اقدر استخدمه. وعادي لو انا استخدمه كذا مره، هنا انا ممكن استخدمه كدعامات للمبنى الاساسي، وهنا انا بستخدمه بطريقه مختلفه. فدي صح، ده عادي وده عادي. انا ده بس ممكن ارجعه ورا شويه، وده ممكن برضو اخليه جيت سكيل سنه لتحت عشان يبقى كده، وده برضو نفس الحاجة. فيبقى عندي المبنى بالطريقة دي. ممكن ان انا برضو شيفت دي، يعني دي حاجة هي ممكن حد يستغربها شوية اللي انا بعمله ده، بس دي حاجة لو احنا بنتكلم في ان انا عايز اعمل مثلا environment سريعة، ممكن ان انا اعمل شيفت دي ودوبليكيت الشكل ده، واخلي ان انا دي عشان حاجة مش هتبان. لو هتبان طبعا ما بنعملش حاجة زي كده. ولو احنا بنعمل environment محتاج حد ينتراكت معاها، ما بعملش الحركة دي طبعا. بس لو انا بعمل environment الهدف منها ان حد بس يبص على ده environment art لبيتش مثلا، حد مثلا يعني انا بقترح على حد مثلا environment ممكن نبنيها، ممكن اعمل حاجه زي كده. ان انا مثلا ممكن اقوم اطلع الحته دي بالشكل ده، ولازم اخلي بالي طبعا ان هي متاثرش على الفيو. يعني انا قاعد بلعب دلوقتي لحد بس ما ايه متاثرش على الفيو. مثلا ممكن اعمل حاجه زي كده. ممكن ادوبليكيت واطلع الشكل ده، يعني الشكل الاساسي اطلعه يبقى فوق كمان لو انا عايز. اروتيت مثلا 90 degrees واخليه كده، فيبقى عندي المنظر ده شايفين وكده. وممكن اطلع صخرة كده فوق عشان يثبت عليها، فيبقى عندي المنظر ده. المهم ان الفيو سليم. يعني بصوا الفيو سليم، فانا تمام خالص. فانا دي المرحله اللي انا كنت عايز اوصل لها قبل ما التكشر، واحنا وصلنا لها، فده كويس جدا. احنا المرحله الجايه ان احنا هنبتدي تكشرنج ونشوف لو ممكن نحط كاركتر او مثلا فيكل، او يعني حاجه وسيله تنقل يعني جنب الشكل، او حاجه بتطير. فده كله هنجربه. وبرضه كنت بفكر نجرب نعمل يعني ايه حاجات تكونكت الحاجات دي ببعض. برضو عادي جدا ممكن حد يقرر ان هو ده مش مجرد مبنى، دي مدينة مثلا في الصحراء، فيعمل حاجة زي كده وبنفس الكولكشن. لو حد طبعا عايز يعمل يعني موديل تاني براحته خالص، بس هي بس مسألة وقت. ان لو هتعمل حاجة زي كده هتاخد منك وقت كتير، فلازم تخلي بالك يعني من حاجة زي كده. يعني بصوا انا عملت
عملت روتيت مثلا هتلاقي ان انا ممكن ابتدي اعمل مثلا حاجه زي كده. شايفين اللي هي كأنها مدينه في الصحراء، مدينه في الجبل، حاجه ساينس فيكشن بس في الجبل. فدي حاجه احنا اكيد ممكن ايه نعملها. انا شخصيا عاجبني فكره ان هو يعني مبنى كده في الجبل، الباقي كله صخري، عشان برضو ما يبقاش الموضوع زياده شويه. واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.